في دعوه انا لما باجي ادعيها بحس ان انا الوحيده اللي بدعي الدعوه، ما سمعتهاش من حد وعمرها ما جلت معايا. والله والله عمر الدعوه دي ما جلت معايا. اللهم كن لي السند حين يغيب الجميع. اكون بفكر في حاجه اقول يا سلام لو تجيلي مش عارفه ايه، يا سلام لو يحصل لي ايه، يا سلام الاقي الحاجه دي اتحققت وجت. طب ازاي؟ من الله سبحانه وتعالى. فاي خير. كنت بكلم واحده من صاحبتي من يومين، فبقول لها صدقني انا بحب هادي قوي، بحب هادي، انا بحب تهادي وتحب، بس انا بقالي كتير قوي ما تهديتش. ردت عليا رد خلاني ادمع. قالت لي ربنا هيهديكي، ربنا يا يمنى هيهديكي، انتي ربنا هو اللي بيهديكي، انتي بتبصي هدايا الناس ده، مع اني انا كنت بتكلم بهزار يعني. فقلت يا الله يا الله، خلتني دمع. بعد يومين ربنا هداني بطريقه ما في حاجه انا كنت عايزاها، او حاجه كنت بسعى ليها شويه بس من غير ما اطلب من حد. انا ما بحبش اطلب حاجه من حد ابدا 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 يعني. اطلب من الله سبحانه وتعالى، فربنا يفتح لك كل الابواب، يرزقك معيته. طب يعني ايه معيه ربنا؟ يعني تحس ان ربنا معاك في كل خطوه بتخطوها، في كل خطوه، في كل اختيار. تكون مثلا الناس كلها شايفه ان القرار اللي انت بتشوفه ده قرار غير صحيح، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يبعت لك اشاره ان القرار اللي جواك ده هو الاصح ليك، فتتمسك بمعيه ربنا سبحانه وتعالى وتتمسك باشارات ربنا سبحانه وتعالى ليك، فتفوز الفوز العظيم. فاكتر دعوه انا بنصحكم بيها، بس ما تقولوهاش كده وخلاص، لا، تكون من جواكوا قوي، من جواكوا قوي. اللهم كن لي السند حين يغيب الجميع، اللهم دبر لي امري فاني لا احسن التدبير، اللهم ارزقني معيتك في كل اموري وفي كل احوالي. هتقولها من هنا هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى في كل لحظه ضعف وكسره هو معاك وبيطبطب عليك. يا حبيبي يا الله، يا حبيبي يا الله. اللهم يا رب يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويجعلنا ممن يقولون القول فيتبعون أحسنه. بحبكم كتير. السلام عليكم.